السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم وعلى طريق الحق سدد خطاكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما، اللهم بارك لنا في وقتنا، اللهم آمين. مشكلة المراكم يا شباب، أو المشكلة اللي لسه ما بدأش، هي مشكلة واحدة: إنه مش عارف يبدأ منين، مش عارف الخطوة الصح اللي يبدأ منها. فوظيفة الفيديو ده النهاردة هنعمل مع بعض، بنتكلم مع بعض كأخ وأخوه. والله العظيم انا جاي لك بالجلابيه، اللي هو اصلا جاي لك من على ارض الواقع، جاي لك ثانويه عامه 2024. فانا هدفي الاول والاخير هي مصلحتك. هدفي الاول والاخير انك اطلعك وانشلك كده من حوار التراكم اللي عليك ده. انا عارفك انك اصلا بتقعد وانت بتذاكر كده في الاوضه، مثلا في العربي وانت مراكم مثلا الوحده الاولى، عمال تذاكر الجديد وشاغل دماغك بالقديم، ولا صابك اصلا بتفهم الجديد ومركز فيه، ولا صابك بتلم القديم. فمشيت زي اللي انا بقوله باذن الله في الفيديو بكل خطوه، والله هتطلع وهتبقى احسن من اللي مذاكر من اول السنه. وما تشغلش بدماغك بحوار اللي هو اللي ذاكر من اول السنه زي اللي لسه هيبدا دلوقتي. انا اصلا في دماغي كده، يعني انا قاعده مقتنع بيها ومقتنع بيها جدا كمان لانها حصلت معايا شخصيا: انك اصلا بتكون افضل من اللي ذاكر من اول السنه، لان اللي ذاكر من اول السنه اصلا فعليا نسي. لكن انت دلوقتي المنهج فريش في دماغك، فانت هتلم المتراكم باذن الله بعد الفيديو ده. يلا بينا. وكان الله غفورا رحيما. اول خطوه يا شباب، وهي بنغير طريقه المذاكره بتاعتنا. بمعنى الدرس ده في وجهه نظري والله العظيم مثلا ياخد 3 ساعات، انا هخليه ياخد ساعتين بس. طب هتعمل ده ازاي؟ هقول لك الدرس ده هو المفروض ياخد 3 ساعات صح، واحنا هنديله ساعتين بس. طب ليه؟ لان دلوقتي احنا اصلا مضغوطين، احنا في شهر 12 اصلا مضغوطين. فاحنا هننقي بس، هناخد المعلومات المهمه واعمل عليها ماركر. يعني المعلومات المهمه هي دي اللي هذاكرها، وهي دي اللي هعمل عليها ماركر. بحيث يعني هتقول لي بقى ايه؟ احنا كده بنكروت. هقول لك لا، انت هتعيد على الدرس ده والله لحد المراجعه النهائيه مره واثنين وثلاثه واربعه، هتكون حرفيا يعني صميته. فاحنا هنقلل وقت المذاكره بتاعنا. لو كنت مثلا الدرس ده انا شايفه من وجهه نظري بياخد 3 ساعات، لا انا هديله ساعتين بس. ساعه شرح تمام وساعه حل، اهم حاجه الحل. طب تاني طريقه بقى، اللي انا امسك اجيب ورقه زي دي كده، اجيب ورقه زي دي واكتب فيها المتراكم عليا. ايه المتراكم عليا؟ والله مثلا في العربي كذا وكذا، في الانجليزي كذا وكذا، مثلا في الفيزياء كذا وكذا. طب انا هبدا ازاي؟ هقول لك هنعمل جدول مع بعض. هنعمل جدول مع بعض. هقول لك والله انت مثلا بتذاكر العربي يوم ايه وايه؟ تقول مثلا يوم السبت ويوم الثلاث. خلاص، انا باذن الله يوم السبت ويوم الثلاث انا بذاكر عربي جديد عادي. هاجي بقى في اخر اليوم، هحدد ساعتين، تمام كده، وهاخدهم من وقت نومي. ما تقوليش بقى انا ايه، انا اليوم بتاع مثلا بذاكر والله 8 ساعات، هتقول لي هذاكر 6 ساعات جديد وساعتين قديم. لا يابا، انا ال8 ساعات بتوعك دول بتوع الجديد، اهم حاجه تمشي في الجديد. القديم ده او المتراكم عليك انا معلش كده هناخده من وقتك، هناخده من وقت نومك. معلش هو شهر واحد وهتلم المتراكم ده وهترتاح نفسيا. اقسم بالله حوار التراكمات ده اللي موقفك فيه، او اللي مش عارف، او اللي مخليك مش عارف تاخد الخطوه الصح، نفسيتك. اللي انا اصلا مش عارف اخد الجديد ومش عارف اخد القديم. فانت اصلا لو خلصت من المتراكم ده والله هبص باذن الله هتوصل، فاحنا عشان بس ما نتوهش مع بعض هنعمل ايه؟ هنجيب اهوت بذاكر مثلا العربي يوم السبت ويوم الثلاث. خلاص، حدد باذن الله ساعتين في اخر اليوم، وده هاخدهم من وقت نومي تمام كده، وهذاكر فيهم الجزء المتراكم. مثلا عندي الوحده الاولى عباره عن 3 دروس. خلاص، ال3 دروس دول انا هاخد الدرس الاول يوم السبت، الدرس الثاني يوم الثلاث، الدرس الثالث يوم السبت. تمام كده انا خلصت في الاسبوع ونص تقريبا العربي. طب الفيزياء انا مراكمه فيها مثلا الوحده الاولى برده فيها 4 دروس. خلاص بذاكر الفيزياء يوم ايه؟ يوم الاحد مثلا ويوم الاربعاء. خلاص يوم الاحد ويوم الاربعاء هاخد الدرس الاول، والاربعاء هاخد الدرس الثاني، وهكذا. هتلاقيك ايه؟ انا ما بمشي ما باخدش ماده واحده بس. يعني مثلا ما بقولش ايه، والله العظيم سمعت ناس كتير بتقول لك ايه، خد ماده واحده وخلصها الاول. لا، امشي كله، امشي في كل المواد، بمعنى انا يوم السبت ويوم الثلاث عارف ان عليا مراكمه عربي، هذاكر المتراكم في العربي. يوم الاحد ويوم الاربع هخلص مثلا الفيزياء، بحيث في شهر واحد تكون لامم المواد كلها باذن الله، وجايب الجديد مع القديم، وماشيين خطوه، وماشيين وبادئين على نضيف خالص، يبقى اول خطوه عرفناها هنغير طريقه مذاكرتنا. تاني خطوه معانا هنعمل ايه؟ هنعمل جدول زي نلم الجديد مع القديم. اهم حاجه يا شباب التنظيم، اللي هو مثلا انا عملت الجدول بتاعي، لازم اعمل الجدول يا شباب. الجدول ده انا هذاكر جديد مع قديم يوم كذا، والله العظيم يوم كذا، قبل يوم مثلا السبت ويوم الثلاث ورايا. خلاص انا مسيستم دماغي، انا بنام مثلا الساعه 10، اذا الساعه 8 بالدقيقه هكون بادئ في المتراكم. ما تسيبش الدنيا سداح مداح كل شيء متاح، والله العظيم ما هتلم بجنيه حرفيا.
يبقى انت لازم الجدول بتاعك تكون معلقه كده قدامك على الحيطه وراك كده او قدام المكتب بتاعك، بحيث بص انا هبدا بدايه جديده، بدايه باذن الله بدايه موفقه ليك انت. فانا عايزك ما بص، هتقول لي بقى مشكله، انا عارف اللي جاي في دماغك دلوقتي، هو هل ربنا هيساوي باللي بدأ من اول السنه باللي انا بعمله دلوقتي؟ اقول لك دي انت مالكش علاقه بيها، انت مالكش علاقه بيها. ربنا بيقول في كتابه الكريم: وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. تمام كده؟ فانت اصلا اوريدي بتعمل اللي هو عمله من اول السنه، وبتضغط نفسك وبتيجي على نومك الساعتين دول. فانت اصلا ما تشغلش دماغك باللي بدأ من اول السنه زي اللي بيبدأ دلوقتي، دي ما تشغلش بيها خالص، ما تشغلش دماغك بيها خالص. إياك يا صديقي، سلم عقلك كده للشيطان اللي هو أنا هلحق، أنا مش هلحق، أنا مش عارف، أنا هتساوي باللي بدأ من أول السنة، أنا مش عارف ده حله وعمله وخدوا امتحانات وقفله. ما تشغلش دماغك خالص. تمام؟ فكك من خزعبلات، اقسم بالله فكك من الخزعبلات دي، لانك بالطريقه دي انت مش هتقدم خطوه. ثق في نفسك، ثق في ربنا بانك باذن الله هتوصل، باذن الله هتوصل. الجدول بتاعك احنا بناخد بالاسباب، عاملين الجدول بتاعنا، اليوم بتاعنا عباره عن جديد وقديم، بخلص الجديد بخش على القديم، وباذن الله بالطريقه دي، ويعني تقريبا يعني ايه، حط لنفسك كده انا بعد 20 يوم باذن الله هخلص من التراكمات. ده شخصيا ونفسيا هيديك دافع نفسي قوي جدا انك تكمل. وطالما بص عشان تبقى عارف، بس اول يوم هو اصعب يوم، يعني حوار انك تبدا في اول يوم ده في التراكمات، وتبدا كده بدايه جد، هو ده اصعب يوم. بدات اللي انت خلصته في اول يوم هيديك دفعه لتاني يوم انك تكمل. تمام؟ اجمد يا بطل. فخلصت الفيديو كده يا جدعان، باذن الله انت هتعمل ايه وهتمشي ازاي. اول حاجه انا والله العظيم هغير طريقه مذاكرتي. تاني حاجه انا هعمل جدول جديد مع قديم. تالت حاجه هثق في نفسي وفي ربنا، هثق في نفسي وفي ربنا. وحاول يا شباب، انا كان معايا دي في ثالثه ثانوي، دي يعني مش عارف باينه معاكم اهي، دي السباحه دي خليها معاك وانت رايح الدرس كده، سبح لله عز وجل. يعني هتحاول ايه، قرب من ربنا كتير الفتره دي. والله يا شباب والله باذن الله هتوصل. ما تحطش في دماغك بقى انا ما بداتش تعبان وبتاع، والله هتوصل، والله هتوصل. وكلنا والله العظيم كلنا يا شباب مرينا بنفس المرحله دي وبنفس الضغوطات دي، وخاصه احنا في شهر 12. عارف ان عليك ضغط كبير جدا، ولكن خليك واثق في ربنا وشد حيلك. وباذن الله انا مش هسيبكم، والله العظيم انا ما هسيبكم. انا الملخصات اللي عملتها في المراجعات النهائيه، جميع الملخصات اللي عملتها في المراجعات النهائيه انا هنزلها لك يعني دي الفيزياء. الملخصات دي انا تعبت فيها قوي، تعبت فيها بطريقه يعني ايه كبيره. باذن الله مش هبخل عليكم فيها في كل المواد، باذن الله هصورها لكم وانزلها لكم بي دي اف على التليجرام. باذن الله هنزله على التليجرام، ورابط التليجرام هيكون في الوصف. كلمه اخيره، ما تخليش حد يشمت فيك. كلمه اخيره، ما تخليش حد يشمت فيك. وكل ما الشغف بتاعك يعني يروح منك، افتكر انت جبت اول مذكره يعني ذاكرت فيها ليه، رحت اول درس ليه، تدفع الدروس ليه. افتكر يعني يوم نتيجه الثانويه العامه، اقسم بالله يوم نتيجه الثانويه العامه ده يا شباب عمرك ما هتنساه، عمرك ما هتنساه. فما تخليش يوم نتيجه الثانويه العامه ده بدل الفرح حزن، لا، اتعب، حط حلمك قدامك، اكتب على الحيطه كده دكتور كذا، باش مهندس كذا، اللي انت عايزه باذن الله هتوصل له، متقلقش، ربنا معاك. وباذن الله لو في اي مشكله واقفه معاك اكتبها لي تحت باذن الله في الكومنتات وانا هجاوبك عليها. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه، عشان ده يعني بيحفزني نوعا ما ان انا اكمل في فيديوهات. انا يعني تقريبا ده اول اسبوع ليا على اليوتيوب وكده. ما تنساش تعمل لايك، اشتراك، الدنيا دي. ربنا يوفقك يا شباب، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه